إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم ومعلومات حصرية توصلنا بها قبل لحظات قليلة فقط، متعلقة بتبهديلة جديدة، بفضيحة جديدة وبإدلال جديد لنظام حظيرة الجزائر. كما تتذكرون متابعينا الكرام، قبل يومين في نفس اليوم في نفس الساعة في نفس اللحظة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو زيارة إلى تركيا، وأعلن نظام حظيرة الجزائر عن زيارة لعبد المجيد حشكم إلى تركيا. الزيارة التي تمت وانتهت هذا الصباح، لم تدم سوى ساعات قليلة فقط. اللقاء ديال عبد المجيد حشكم مع الرئيس التركي لم يدم سوى ساعات قليلة فقط. المعلومات الحصرية متابعينا الكرام تقول على أن عبد المجيد حشكم ذهب إلى أردوغان حاملا طلبين، أو طلب ديال الوساطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعنده طلبين. الطلب الأول أنه يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، هنا كنتكلموا على أردوغان، يتراجع على الاعتراف بمغربية الصحراء مقابل أشياء يقدمها نظام حظيرة الجزائر لإسرائيل. الطلب الثاني أنهم يلغوا العلاقات العسكرية ما بين إسرائيل والمغرب، المسألة التي ترهق نظام حظيرة الجزائر منذ سنوات، منذ 2020 تحديدا. المفاجأة هنا متابعينا الكرام، والصدمة هنا متابعينا الكرام، وهو أن أردوغان رفض لعب دور الوساطة أو التوسط لنظام حظيرة الجزائر مع نتنياهو الذي سوف يقوم بالزيارة إلى تركيا في الأيام المقبلة. والسبب اللي اعطاه أردوغان جوج نقاط. النقطة الأولى على الرفض ديالو بأن هذه المسائل أولا مسائل سيادية ما بين الدول، ما بين إسرائيل والمغرب. تركيا ما عندهاش الحق تدخل فيها، لا تركيا ولا غير تركيا. أردوغان قال لعبد المجيد حشكم هذه مسائل سيادية للدول، يا المكلخ يا الجاهل، ما عنديش الحق أنا ندخل فيه، وفي زيارة مهمة لنتنياهو إلى تركيا. النقطة الثانية اللي قالها أردوغان وهو أن عنده مشاكل مع إسرائيل، مشاكل قديمة، يعني كتعرفوا كانت العلاقة ديالهم مقطوعة واستأنفوا العلاقات الآن وباغيين يجددوا الزخم ديال العلاقات الدبلوماسية اللي كانت ما بين إسرائيل وتركيا. فأردوغان قال لعبد المجيد حشكم هذه الزيارة بالنسبة لنا مهمة جدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وهما باغيين يصلحوا العلاقات الدبلوماسية اللي كانت عندهم، باغيين يرجعوا العلاقات اللي كانت عندهم مع إسرائيل كما كانت سابقا على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي وعلى مجموعة من الأمور، من بينها المجال العسكري اللي كتطلب منا أنت يا عبد المجيد حشكم المكلخ أننا نتوسطوا لكم مع الإسرائيليين باش يلغوا علاقات عسكرية مع المغرب. وهذه المسألة بطبيعة الحال لا يتقبلها العقل. فأردوغان رفض طلب الوساطة لهذا السببين، لأن الزيارة ديال نتنياهو بالنسبة للأتراك وبالنسبة لأردوغان هو كيقول لها بفمه في تصريحات علنية على الصحافة، على قنوات التلفزيونية التركية، يقول على أن هذه الزيارة هي زيارة مهمة جدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تركيا. وبالتالي أردوغان لن يخرب هذه الفرصة بالنسبة لبلاده من أجل إصلاح علاقات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية مع إسرائيل لعيون الفقاقير، لعيون الكراغلة، لعيون نظام حظيرة الجزائر. وبالتالي عبد المجيد حشكم تبهدل مجددا، ذهب ليطلب الوساطة، فقال له أردوغان عد من حيث أتيت، هذه مسائل سيادية ديال الدول ونحن لا نتدخل فيها، وخلينا مع نتنياهو لأن نتنياهو جاي عندنا وحنا عندنا معاه مصالح وعندنا معاه أمور اقتصادية بغينا نصلحوها، سيروا اعطيونا بالثقة وقلبوا على الوساطة ديالكم في شي قنت آخر. نعم متابعينا الكرام، هذا ما حصل بالحرف هذا الصباح. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.